من أحلى وأسهل وأجمل وصفات الجلاش، تشرفك كده في رمضان، وسهلة وبسيطة جدا. ولما تقدميها لضيوفك كده بعد الفطار هيفتكروك عاملة مجهود رهيب عشان الشكل ده. وكمان عايزة أقولك مورقة كل راق لوحده ومستوية من جوه، مش معجنة ولونها أبيض، لا بصي، تحفة تحفة تحفة، وبسيطة جدا 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 في عمايلها. تعالوا بينا نشوف عملنا الجلاش ازاي النهاردة. احلى جلاش لرمضان، مبارك عليكم الشهر. اوعي تنسي اللايك والشير والمتابعة كمان. اول حاجة بحب اعملها هي الشربات من البداية عشان اسيبه يبرد. شربات الجلاش بيبقى تقيل، فهحط 1.5 كوباية من السكر، وهنزل عليهم بكوباية واحدة بس من المية. خلاص، ما بحبش اقلب السكر ابدا ابدا وهو على النار علشان ما يسكرش بعد كده. برفعه على النار واسيبه لحد ما يغلي. بعد ما يغلي بعصر عليه نص ليمونة واسيبه يغلي في حدود 10 دقايق لحد ما يتقل ويتعقد معايا. قبل ما اطفي النار بحط نقطتين من الفانيليا واطفي النار على طول عشان ما تمررش معايا، وكده يبقى الشربات جهز. بسيبه على جنب لحد ما يبرد تماما قبل ما انزل بيه على اي حلويات. دي احسن طريقة للشربات بتاعنا، ان شاء الله هيبقى ناجح معاكم جدا. هنا حضرت لفة الجلاش بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بسيبها في قلب الفوطة عشان ما تنشفش معايا، وببتدي اسحب ورقة ورقة منها. طريقتها سهلة زي ما قلت لكم جدا. باخد شوية سمنة كده على النار ادوبهم وبالفرشة وابتدي ادهن ورقة ورقة زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. بخلص اول ورقة واحط عليها التانية وادهنها برضو بنفس الطريقة. سوي الورق كده على قد ما تقدري، كل ورقة فوق التانية، وسقسقي عليها كده بالسمنة. ويا سلام لو السمنة بلدي، مفيش استخدمي نباتي، استخدمي ايه اللي يعجبك. السمنة في وصفات الحلويات بفضلها جدا عن الزبدة، فالسمنة بالنسبة لي هتبقى احسن ونتيجتها هتبقى اروع بكتير من الزبدة. هبتدي احط الورق يعني في حدود من 3 ل4 ورقات عشان تديكي التوريقة اللي شفتيها في بداية الفيديو. وهكذا ده اخر رق معانا. خدت الكل واحدة 4 رقات من أوراق الجلاش. ويفضل تجيبي الجلاش من عند الكنفاني بقى، بيبقى سايب، بيبقى الورق سليم أحسن من المعبأ، بيبقى مقطع ومهري ومتجمد بقى أكتر من مرة، فده أفضل بكتير. اي مكسرات، اي تسالي عندك حابه تضيفيها ترششيها كده. انا مديه السوداني بتاعي طحنه بسيطه جدا جدا في قلب الكبه او المطحنه، مرضتش ازود عن كده علشان يبقى ظاهر في الحشوه. وابتديت اطبق الجلاش بتاعي على 3 تطبيقات متساويه. قطعت البسكوت كوبايه اي حاجه، وهبتدي كده اقطع بيها بالشكل اللي انت شايفاه. بتضغطي كويس جدا وبتسحبي قطعه الجلاش، بتبقى معاكي بالشكل ده. وهكذا كلهم بنفس الطريقة تقريبا. الورقة هتاخد لي 4 قطع جنب بعض من الناحية دي ومن الناحية دي. ما بيهدرش أبدا أبدا من الورق، بتستغلي الورقة كلها، وهوريك ازاي دلوقتي. كده قطعت اليمة دي أو الجنب ده، بلفها وبقطع برضو الناحية التانية. بس كده أظن كده الفكرة بقت واضحة جدا ازاي عملنا الشكل الخطير اللي انتوا شفتوه معايا في البداية بكل بساطة وسهولة. تمام قوي كده. هبتدي بقى اخرجهم كده ودهن الصاج كويس جدا جدا من السمنة عشان خاطر الجلاش بتاعي يحمر برضو من تحت وما يمسكش كده في قلب الصاج. فبدهنه كويس جدا زي ما انتوا شايفين. بسحب بقى الجلاش كده بالراحة عشان ما يوقعش حشوته، زي ما انت شايفة مورق ازاي. ده لسه كمان لما يستوي هيورق اكتر واكتر، وهقولك طريقة التسوية بتاعته اللي تخليه محمر كده من جوه زي ما شفتي. وهكذا هخلص كل كمية الجلاش بالشكل ده. طبعا الحتة ما طلعتش عادي يعني نشيلها ونحطها تحتيها. طيب اللي في النص ده هنعمل فيه ده فيه حشوة وفيه سمنة، هنرميه؟ لا طبعا ما فيش حاجة هتترمي، هيتقطع برضو وهيتحط يستوي وهيبقى ليه شكل تاني غير الشكل ده، ومورق برضو جواه حشوته وكل حاجة. بس كده اهو، كده زي الفل ببقية السمنة. وهبتدي ادهن كويس جدا الجلاش بتاعنا. طبعا انا ما عملتش الصاج ده بس، ده انا عملت صاجين من الجلاش بلفة الجلاش اللي انتوا شفتوها.
هبتدي بقى ادهن السمنه كويس جدا جدا كده فوق كل واحده لوحدها، وادي بقيه الجلاش في الصاج التاني. طيب هتشغلي الفرن على درجه حراره 160. ايوه 160، ما تعليش الفرن، وسيب الجلاش ياخد ويدي مع بعضيه كويس جدا عشان يورق زي ما انت شايفه وينفش بالشكل ده، ويبقى محمر من جوه ومن بره، ما يبقاش واخد لون بس كده من على الاطراف وجوه تلاقيه معجن وابيض، ما يبقاش حلو. فدرجه الحراره الهاديه هتخليه ياخد راحته ويستوي وينفش ويورق اكتر واكتر واكتر، ويبقى بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. شكله حلو جدا جدا، ويبين ان انت عملتي مجهود كبير، وهو الصراحة اسهل من كده مش هتلاقي. دي اسمها وربات الجلاش. بالطريقة دي سهلة جدا ولذيذ قوي قوي قوي، وكله حشوة، يعني كل ورقة والتانية جواها حشوة. ده الشربات بتاعنا. ابتدي انزل بواحده واحده كده عليها شويه من الشربات، واركنه كده دقيقتين يشرب من الشربات بتاعه، وبعدين نبتدي ننقله في الطبق مع بعض. نقلته هنا كده زي ما انت شايفه، بصي شكله تحفه، مورق قوي، والحشو كده ماليه مركزها جواه، ومفيش حته ما فيهاش حشوه. لو ان احنا رشينا رشه حشوه واحده بس على السطح كده، وبقى معايا بالشكل الخطير قوي ده. زينته بحاجة بسيطة كده من الفستق الكداب، عملت معاكم قبل كده. لو حابين تعرفوا طريقة الفستق الكداب اللي انا رشاه كده على سطح الجلاش، اكتبوا لي في الكومنتات نعمله مع بعض. اللي ما شافوش قبل كده السنة اللي فاتت نعمله السنة دي مع بعض. طريقته سهلة جدا، نتيجته تحفة تحفة تحفة، ويزين لك حلوياتك وبأبسط مقادير. واقول لك على تركاية حلوة تديله طعم الفستق. بصي شكلها تحفة، طبق يشرف بجد بعد الفطار. قدميه بقى كده لضيوفك وهي لفة جلاش ومعلقتين 3 من السمنة ورشة سوداني، وعملنا الطبق الحلو قوي ده. بصي بقى لما نمسكها تعالي وريكي من جوه قد ايه الجلاش مستوي من جوه ومن بره، واللون بتاعه تحفة، والتوريقات تحفة، والحشوة يعني حاجة كده وصاية وصاية بجد. وطبعا زي ما قلتلك الحشوة زي ما تحب، ممكن بندق، فستق، لوز، عين جمل، سوداني، زبيب، كل واحد وراحته في الحشوة بتاعته. ممكن شوية جوز هند، ممكن كنافة، يعني ايه اللي تحبيه هتحطيه في الحشوة بكل بساطة زي ما انت شايفة. كل سنة وانتم طيبين، مبارك عليكم الشهر. اي صنف حلويات عايزينه اكتبوا لي تحت في الكومنتات نقدمه مع بعض. اكلات بقى، مشروبات، حاجات رمضان، تجهيزات رمضان كلها اكتبوها لي تحت في الكومنتات نعملها مع بعض. وان شاء الله جربوا الفيديو، انا متأكدة انه هينال اعجابكم. هستنى ارائكم تحت الوصفة، وكمان هستنى لايكاتكم لو الفيديو عجبكم والشير. بحبكم جدا واشوفكم على خير فيديو جديد. اوعي تنسوا ضغطي على المتابعة او الاشتراك. اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.